عزيز أخنوش كيستغل المنصب ديالو كرئيس حكومة وكيدير هاد الإصلاحات المالية. أولا قام بتخفيض الضريبة على أرباح الأسهم، على الأرباح من الأسهم الشركات. هو واحد من مالكي أسهم العديد من الشركات، دونك الأرباح كيخلصوا عليها ضرائب. كانوا كيخلصوا 15% ولاو كيخلصوا غير 10%. حيد 5%. هادي الأولى. وبالنسبة للمقاولون الذاتيون رفع عليهم الضريبة من 1% ل 30%، يعني 29% كاملة زادها في دقة واحدة. ثالثا خفض الضرائب على الشركات الكبيرة، فهمتي، من 31 ل 20%. هو كيملك شركات كبيرة. الإصلاح الرابع شنو دار؟ الشركات الصغيرة رفع الضرائب على الأرباح ديالها من 10% ل 20%، بطبيعة الحال باش متقوش بالمنافسة ديالو. هذا هو اللي كاين. واخيرا قاع ما رفع الضرائب على الشركات ديال المحروقات، بحال اللي داروا العالم كامل. رفعوا الضرائب على شركات المحروقات في العالم كامل الا هو. شنو كيبان لكم في هاد العقلية؟ واش هادي حقرة واستغلال وتسلط، ولا بغاو يوفروا الارباح باش يخلصوا المديونية ديال المغرب، ولا شنو كيبان لكم؟ ما عرفتش انا بعدا، ما فهمت والو.